هو مين عمل ألبوم أجمد، مارو ولا ويجز؟ أكيد سمعت كلام كتير ومقارنات أكتر عن الحوار ده، فقررت إن أعمل فيديو أنا كمان وأقارن ما بينهم. ففي الفيديو ده هنتكلم النهارده باستفاضة أكتر عن الألبومين دول، وهنعرف مين فيهم عمل أجمد ألبوم على حسب رأيي يعني. حضر خربوش الشاي بتاعك ويلا بينا نبدأ. ازيك يا حبيبي أخوك، عامل إيه؟ النهارده هنعمل مقارنة بين ألبومين مارو وويجز، وعشان تكون الأمور أوضح إحنا هنعمل مقارنتين مش مقارنة واحدة. المقارنة الأولى هنمسك كل تراك في ألبوم ويجز نحطه قصاد تراك من ألبوم مارو ونتكلم على كل حاجة فيهم زي نظام دوري وكده. طبعا عشان اختيار التراكات هيكون مترتب على حسب الريليز ومكانها في الالبوم، ودي اكيد حاجه عشوائيه جدا، فاحنا نعمل مقارنه تانية على نطاق اوسع وهتكون بين الالبومين بقى ككل، وهنقارن بين الالبومات فيها على حسب الانتاج، فيتشرز، ليركس والتنوع. وقبل ما نبدا حابب افهمك حاجه، الموضوع هنا بخصوص ويجز لازم حاليا تبص على ويجز على انه ارتست مش مجرد رابر، وده اللي احنا شفناه في الالبوم الاخير. ويجز حاليا مش هدفه الناس اللي زيه وزيك، ويجز هدفه شريحه جديده من الناس، فهو حاليا بيعمل ريبراند لنفسه، فطبيعي جدا ان البومه الجديد ما يكونش فيه راب زي ما كانت الفانز عايزه. الخطوه دي ذكيه جدا من ويجز انها هتضيف لجمهوره شريحه جديده من الناس. يلا بينا بقى نبدا المقارنه بين الالبومين عشان حاسس اني طولت عليك سيك. البوم ويجز كان 12 تراك والبوم مارو 10، فاحنا هنشيل تراكين من البوم ويجز عشان نعرف نقارن. فشلت تراك كبسوله لانه انترلود اصلا مش تراك، وتراك جيرل فريند ارجع لك واللي بينا ما بس لانه اقدمهم ومش بحبه الصراحه. نبدا بتراك خسرت الشعب وماتادور. حاضر في المنطقه ثقفتكم بكل ثقه بعد ما خدت رقم فلك كسبتني. الاتنين تايبات مختلفه عن بعض، الانتاج فيهم جامد فشخ. ويجز هنا كان بيتكلم عن تجاربه الشخصيه، اسمع الكوبي كاتس عشان ناكرين جميلي حسودين باصين لناس اكيد باصين. ومارو كان بيفليكس. والله ما عايز اكيد بس اكيد غاروا يا ابني انت عبيط. بالنسبه لي بفضل خسرت الشعب عن ماتادور، لان ماتادور اصلا تحسه نسخه تانية من تراك بطل عالم. تحس ان مارو خد بيت بطل عالم ولعب فيه شويه وعمل منه التراك ده، وغير كده اصلا التراك كله روشنه وفليكسنج، وانا ما بحبش التراكات اللي كده الصراحه. فويجز يكسب المره دي. نروح للي بعده، هو بيقولوا ما يقولوا ومطروش. بيقولوا ما يقولوا واللي يعوز دكتور اشوفه له. تراكين بعاد جدا عن بعض كبيتات او حتى كتوبكس، بس هنا انا برجح تراك مطروش لمارو. 5 بحبك انت بتحب مني بتحبي سني بس انت جن. تراك عجبني اكتر من بيقولوا ما يقولوا بكتير الصراحه. وفي حته التراكات الفانك دي مارو بيعملها حلو قوي، لما تراك ويجز برضه حلو بس بيتزهق منه بسرعه، انه زي ما قلت قبل كده متكرر. ويجز مكرر فيه الكورس وحتى المزيكا اللي في النص عشان يملى بيها التراك. فالجوله دي بتاعت مارو. نروح للي بعده، معانا تراك دي والمكان. اغني لك التراك اللي بتحبه قلت امسع الشباب يشقوا. الموضوع بدا يبقى صعب لاني بحب التراكين دول فشخ، بس طالما لازم اختار ما بينهم فهختار دي لويجز. حبوا نموت نطيح من فوق اسمه. كلمة حق سافيج بلاج خد التراك ده ووداه في حتة تانية، كان إضافة قوية فشخ للتراك. تراك مارو بالنسبة لي حلو برضه، بس دي أجمد بكتير، فالجولة دي هتكون من نصيب ويجز. نروح للي بعده، هو تراك باد دايز، وما تفهمنيش غلط، وأظن إن أنت عارف رأيي من قبل ما أتكلم، أكيد باد دايز. ريتش بويز وجيتو في قلبنا طيارتي ستوك. ما تفهمنيش غلط، هو أوحش تراك في ألبوم مارو بالنسبة لي، بعيدا عن إنه أقل من دقيقة ونص، بس التوبكس دي ما بحبهاش عامة، هي التراكات الرومانسية أو المحن بمعنى أصح، الحاجات دي بتوجع لي بطني، فالجولة دي برضه من نصيب ويجز. نروح للي بعده، معانا تراك مظهر ومال وشكلك مجنون. دنيا مظهر ومال قولي مين. تراكين بعاد كل البعد عن بعض، مظهر ومال تراك كله مشاعر، وشكلك مجنونه مهرجان وكله هيبره، وتراكين بحبهم جدا عامه، بس لو هختار حاجه ما بينهم فهيكون شكلك مجنونه لمارو. لبس الغالي مين اللي جاب بسبوسه والشاشه 60 بوصه. فيتشر كريم اسامه لايق قوي على التراك ده وعامل فايبس جامده جدا، ومظهر ومال حس ان في حاجه في الميكس مش مظبوطه على صوت ويجز. في عيني ما لحقتش ابص لقدام اتحطيت ويا ريت الريفيرب مش ظابط على نبره ويجز، فاهم؟ المهم الجوله دي بتاعت مارو. نروح للي بعده، هو ماما افريكا وما فيهاش. حسيت بنفسي وعصبتهم بابا عليهم غصب عنهم. تراك ويجز افرو، وتراك مارو تراب بس بخامات شعبي اللي هي الرصه بتاعت مارو المعتاده يعني، وهنا هرجح تراك مارو. تعالى ده انا شفت كتير، ده انا اللي قلبي عليك انت اللي فجأة. فيرس ويجز كان حلو بالمناسبه، بس الفيرس التاني ما جاش معايا سكه بجنيه. فيتشر ملوش لزوم الحقيقه، هو اللي بوظ التراك بالنسبه لي. ويجز لو كان كمل فيه سولو كان هيبقى احسن بكتير، فالجوله دي اتحسمت لمارو. نروح للي بعده، وهو الايام ومش موجود. طالع لمين انا في التاسع خد الجديد ده رايح راجع ما تشتكيش انا مش سامع. في الايام برضه ويجز بيتكلم عن مشاعره وعن تجاربه في الحياه. ايامي زي بعضها وحاجات ياما كانت في ايديا، انما في مش موجود فهو ملوش توبيك معين يعني. كل اللي فات مات برسالة ده مش بس بالنسبه لي افضل تراك مش موجود. الصح والمظبوط شفتها على الروح وانا مش
عجبني فيتشر موسى ومارو مع بعض، كان مش متوقع بجنيه بس لو على بعض فشخ، فالجوله دي من نصيب مارو. نروح للي بعده، هو تراك غريبه ومكان في قلب. بحبك اكتر ما بحب نفسي، بحبك اكتر ما بحب ميسي، بحبك قوي لما بتتنفسي. الصراحه التراكين دول مش جايين معايا سكه، لا تراك مارو ولا تراك ويجز، لان تراك مارو تراك رومانسي ولافلافا وانا ما بحبش التراكات دي زي ما قلت لك. تراك ويجز وفيتشر زياد زازا مش عاجبني، بس لو هضطر اختار حاجه من الاثنين فهختار غريبه، عشان على الاقل في ليركس حلوه من ويجز. ما شفتش حد كبير عالدنيا. تراك مارو ده بيفكرني بتراكه اللي كان فايرال اللي هو حب خناق، كان نفس السين كده. ما علينا، الجوله دي بتاعت ويجز يعني. نروح للي بعده، هو تراك ازاي تفوتني ولابوب. ازاي تفوتني انا حياتي. التراكين دول برضو بحبهم بس لازم اختار ما بينهم، واختياري هنا هيكون لابوب. جريت بالجليل وادى الوي بيبي في مود زايد طول الليل. دي تعجبني جدا لانه مختلف عامه، وتراك ويجز برضو رايق، التوبيك بتاعه حلو وهادف. بس الجوله دي راحت لمارو. نروح لاخر جوله معانا، وهي بين تراك افتر بارتي وفاكر بس ناس. معنا ده مجازي فجأة صعبت عليا يامي وانا ماشي. طبعا واضح انا هختار ايه من قبل ما اتكلم، اكيد افتر بارتي. صاحبي عندي كتير اشغال بس في افتر بارتي ابيض واحمر. بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير ده احسن تراك في البوم ويجز. تراك مارو برضو حلو بس مش قوي فاهم، حتى الفيتشر اللي فيه ما شدنيش فيرسو. فجأة صعبت عليا يامي وانا ماشي. انا قلت فاكس هعمل فالجوله دي اتحسمت لويجز، وبكده نكون خلصنا الدوري بتاعنا. ولو انت مركز هتعرف ان المقارنه دي انتهت بالتعادل، وكويس ان احنا كنا مخططين لمقارنه تانية اساسا. فتعالوا نبدا فيها ونخلص الكلام. نبتدي من ناحيه الانتاج. معايا زرعه الخضراء تعال نشوف مين الاجرى في محل. كبرودكشن الالبومين كانوا على اعلى مستوى، بس التوجه اللي في البوم ويجز ما عجبنيش قوي الصراحه. في نفس الوقت البوم مارو تحس ان البيتات دي بتاعت تريكاته القديمه هو خدها وعمل لها ريميك فاهم. بس لو هنتكلم كمزيكا يعني مش من محبين التكنو والتايبات دي، انا ارجح ويجز لان المزيكا في البوم ويجز فعلا حلوه. نروح للليركس. لها لبوبو قلت لها انا ما اعرفوش بس كان نفسي ادوق. الالبومين كليركس ما فيهمش حاجه واو يعني فاهم، المعتاد من ويجز والمعتاد برضو من مارو، فالاثنين بالنسبه لي واحد يعني في حته الليركس دي، لان ما كانش فيه ليركس مميزه عامه. نروح لنقطه التنوع، ودي وش مروان موسى يكسب فيها. البيتات في البوم مارو كانت متنوعه وحلوه فشخ، عكس البوم ويجز اللي كان اغلبه تكنو او بوب. هم كل مصلحه مفقوس ما خدعنيش مظهرك بس. نروح لاخر نقطه في المقارنه دي وهي الفيتشرز. الفيتشرز في البوم ويجز ما كانتش جذابه قوي، على عكس الفيتشرز في البوم مارو زي موسى وكريم اسامه، اسامي تشدك وتخليك تروح تسمع تشوف فيه ايه. انما الفيتشرز في البوم ويجز ما كانش ليهم نفس التاثير اللي كانوا في البوم مروان موسى، ففي النقطه دي هنقول مارو. كنت اشقر نازل افطر انا والقمر نتسنطر. واخيرا بعد كل الكلام ده كله اظن ان انت عرفت البوم مين اجمل، وبالنسبه لي افضل البوم مروان موسى. اقفل على الكلام الرمى في ايدي الجنيهات. وفي الاول في الاخر هي اذواق يعني فاهم، ممكن انت تكون بتفضل البوم ويجز عادي جدا مش حوار يعني، بس انا ما جاش معايا ويجز الجديد الصراحه. انا عارف انه حاليا عايز يبقى ارتست متكامل والكلام الجميل ده كله، بس لسه بفضل ويجز القديم، ويجز بتاع الزار وحواري، او يا عم حتى ويجز بتاع الدور الجاي. بس غالبا خلاص ويجز مش هيرجع للون القديم بتاعه تاني، لان حاليا متارجت فئه معينه من الناس وعايز يزودهم على جمهوره. وبس كده يا صديقي، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب.